السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ النهارده باذن الله هنبدا مع بعض سلسله جديده ومهمه جدا. كتير من الناس بتتلخبط فيها، سلسله شرح الجيت من الصفر وبالتفصيل. في الفيديو ده تحديدا هنبدا باهم سؤال لازم نفهمه الاول: يعني ايه فيرجن كنترول سيستم؟ ليه اصلا طلع المفهوم ده، وليه بقى اساسي لاي مبرمج دلوقتي؟ بعد كده في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنمشي خطوه خطوه ازاي نشغل الجيت على جهازنا، ازاي نستخدمه في شغلنا اليومي كمبرمجين، لحد ما تكون فاهم ليه الجيت اتعمل من الاساس وامتى وليه نستخدمه، وازاي تشتغل بيه كويس ومن غير اي لخبطه. فلو انت لسه مبتدئ او حتى شغال وبتحس الجيت معقد، فالبلاي ليست دي معموله ليك. يلا بينا نبدا. خليني الاول اسالك سؤال ونفكر مع بعض اجابته ايه. لو دلوقتي انت حابب ترجع لنسخه قديمه من ملفات كنت شغال عليها، وليكن مثلا انت بتعمل بحث في الكليه على الوورد، وانت كتبت مثلا وليكن 5 صفح في الوورد، وخلاص سيفت الكلام ده وقفلت اللاب وفتحته تاني، ضفت مثلا صفحتين تانيين في النص كده، وبعد يومين 3 انت حبيت ان انت ترجع للنسخه الاولى اللي هي كان فيها ال5 صفح بس. هل هتقدر ترجع لها؟ اكيد لا، انت مش هتقدر ترجع لها. طيب، ايه الحل لو نفترض ان انت مثلا بتعمل احتياطاتك، وكل نسخة انت بتشتغل عليها كتبت فيرجن 1 اللي هي الاولى اللي هي ال5 صفح، وبدأت تشتغل تكمل، اما فتحت اللاب تاني ضفت الصفحتين اللي في النص دول سميت النسخة فيرجن 2، وهكذا. اكيد بقى كلنا تعرضنا للموقف ده، ان انت تكون شغال مثلا على تاسك في الكلية او اي حاجة، فانت بتكتب الفايلات بالشكل ده: اخر تعديل، اخر تعديل ان شاء الله، اخر تعديل واحد، وهكذا الى ما لا نهاية. بقى انت ما تعرفش انت تخلص امتى. فانت اول ما تفتح الفولدر بالشكل ده هتلاقي نفسك انت تهت اصلا وسط الفايلات دي. لو هتقولي ان انت هتسميهم حاجه مميزه، مثلا كل تعديل انت تشتغل عليه هتكتب مثلا التاريخ بتاعه او ديسكريبشن التعديل، فانت حرفيا كده انت بتستهلك مساحه من جهازك كبيره جدا. وفي نفس الوقت انت مش ضامن ان انت ممكن تستخدم مثلا تعديل قديم وتضيف عليه حاجات جديده وانت فاكر ان ده اخر فيرجن انت كنت شغال عليها، فهتلاقي نفسك تهت وسط الفايلات دي كلها. وعارف بقى ايه المشكله الاكبر؟ لما تكون شغال مع تيم كل واحد عنده نسخه لوحده، وانت قاعد تحاول تجمع وتنسق كل ده: مين عدل ده، مين بوظ ده، مين مسح الحته دي. وكمان لو انت حابب ان انت ترجع للفيرجن اللي قبل الاخيره، فانت هتقعد تدور بقى في كل الفولدر ده، تجرب كذا فايل، في الاخر تكتشف اصلا ان كل النسخ دي يا اما ناقصها حاجه، يا اما مثلا التعديلات القديمه رجعت تاني، وكل اللخبطه دي. فمن هنا بقى اتولدت فكره الفيرجن كنترول سيستم. يعني ايه فيرجن كنترول سيستم؟ الفيرجن كنترول سيستم هو نظام بيحتفظ بكل التعديلات اللي بتحصل على ملفاتك مع الوقت. بمعنى، يعني كل مرة انت عدلت على فايل او زودت سطر او مسحت جزء من الفايل ده او غيرت اي حاجة، النظام بيسجل كل التغيرات دي. فلو انت مثلا عايز ترجع للملف زي ما كان يومين، او لو انت عايز مثلا تشوف انت قبل النسخة دي كنت عامل ايه، تقدر تشوفها بسهولة جدا من غير اللخبطة اللي احنا شفناها من شوية. احنا غالبا في السلسلة دي احنا هنستخدم الفيرجن كنترول سيستم مع الكود. بس خلي بالك، مش معنى كده ان الفيرجن كنترول سيستم ده للكود بس. لا، انت تقدر تستخدمه كمان مع ملفات الوورد، صور، تصاميم، مشاريع كامله. يعني اي ملف بيعدي عليه تعديل انت تقدر تستخدم معاه الفيرجن كنترول سيستم. ليه بقى احنا محتاجين الفيرجن كنترول سيستم؟ اول حاجه نقدر عن طريقه نرجع ملف واحد لحالته القديمه. بمعنى، لو انت مثلا غلطت في فايل معين او مسحت حاجه بالغلط او انت كتبت حاجه بالغلط، فانت تقدر ان انت ترجع لنسخه الملف ده قبل التعديل الغلط اللي انت عملته. تاني حاجة تقدر ترجع المشروع كله عن طريق الفيرجن كنترول سيستم. يعني لو انت مثلا شغال على مشروع باك اند او فرونت او ايا كان المشروع اللي انت شغال عليه، والمشروع وقع، فانت تقدر ان انت تعمل ريتريف للمشروع ده زي ما كان شغال من يومين او يوم او ايا كان النسخة اللي انت حابب ترجعها عليه. تالت حاجة بيقارن التعديلات بين وقت ووقت، بيخليك تشوف ايه اللي اتغير وامتى وايه السطر اللي اتعدل. رابع حاجة بيعرف مين عدل ايه وامتى. لو انت شغال مع تيم فانت تقدر تعرف مين عمل التعديل ده وامتى برضو عمله. خامس حاجة، لو انت مسحت حاجة او بوظت الكود فانت مش محتاج تقلق، سواء مثلا كتبت كود زيادة غلط او مسحت كود بوظ المشروع خالص، لا انت تقدر ترجع للنسخة اللي قبل كده وتشغل المشروع عادي جدا. انواع الفيرجن كنترول سيستم. دلوقتي هنتكلم عن الانواع المختلفة من الفيرجن كنترول سيستم، وده مهم جدا نفهمه خطوة خطوة. انواع الفيرجن كنترول سيستم: اول نوع عندنا لوكال، تاني نوع سنترلايزد، تالت نوع ديستريبيوتد. هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل. اول نوع معانا هو لوكال فيرجن كنترول سيستم. الفكرة ببساطة كل حاجة بتبقى موجودة على جهازك لوكال. اي تعديل بتحصل في الفايلات بتتسجل عندك في قاعدة بيانات صغيرة كده، بدل ما نعمل نسخ كتير قوي زي ما شفنا في اول الفيديو. يعني لو انت شغال لوحدك على مشروع، كل مرة انت بتعدل مثلا على الفايل او اي حاجة، النظام هنا مش بيحفظ الملف كله، هو بيحفظ بس الفرق بين النسخة القديمة والجديدة، والفرق ده بنسميه باتشز. يعني ايه الكلام ده؟ بمعنى، لو انت مثلا شغال على مشروع وكاتب كود مثلا مكون من 20 سطر، وحبيت ان انت تضيف 5 سطور زيادة،
فالفيرجن التانية دي هو بياخد بس الخمس سطور زيادة وبيسيفهم. ولو انت برضو حذفت مثلا من العشرين سطر خمس سطور، فهو برضو بيسيفهم كحذف، ولو انت عدلت بيسيفه كتعديل. طيب لو انت عايز ترجع مثلا لاي نسخه قديمه، مش ما تشغلش بالك بالباتشز او اي حاجه من الكلام ده، انت بس هنعرف ازاي انت لما تحب ترجع لنسخه قديمه بترجع لها ازاي. وهو بيرجع لك الفايل كامل عادي بالنسخه اللي كانت قديمه، هو بيجمع الباتشز على بعضها. بس انت مش مضطر ان انت تشغل نفسك ازاي بيجمعهم وكل الكلام ده. طيب الميزه بقى هنا ان انت بتحافظ على المساحه بتاع جهازك، تقدر ترجع لاي نسخه بسهوله. ازاي بتحافظ على المساحه بتاع جهازك؟ ان انت مش بتسيف كده فايلات كتير يدويه زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. وبرضو بتقدر ان انت الميزه اللي انت عايزها ان انت ترجع لاي نسخه في اي وقت بتقدر ترجع لها. بس العيب بقى في اللوكال فيرجن كنترول سيستم ان كله بيبقى على جهازك لوحده. لو حصل اي عطل مثلا في الجهاز او الهارد، فكل النسخ دي ممكن تضيع. يعني باختصار اللوكال فيرجن كنترول سيستم كويس لو انت بتشتغل لوحدك، لكن برضو مش هينفع لو انت شغال مثلا مع تيم كبير او محتاج ان النسخ تبقى موجوده على سيرفر مش لوكال على جهازك، عشان لو حصل في جهازك اي حاجه. تاني نوع هنتكلم عليه بقى centralized version control system. ده النوع اللي اتعمل عشان نقدر نشتغل مع تيم كبير ونحل مشكلة الاعتماد على جهاز واحد. زي ما قلنا في اللوكال فيرجن كنترول سيستم كان معتمدين على جهاز واحد بس، لو الجهاز ده باظ او الهارد باظ فكده ما نقدرش نوصل لاي نسخة من المشروع ده، فكده كل حاجة ضاعت. فهنا بيجي دور ايه centralized version control system. كل فكرته ان في سيرفر واحد مركزي عليه كل الفايلات وكل تاريخ التعديلات بتاع المشروع. وكل الناس برضو اللي شغالة على المشروع ده بتعمل ايه؟ بتسحب التعديلات اللي الناس عملتها، وتقدر ان هي برضو تبعت التعديلات اللي هي بتعملها على السيرفر ده. يعني كل شخص من الفريق بيبقى عنده نسخة على جهازه، لكن كل الأشخاص اللي في الفريق برضو أو في التيم مش عندهم النسخة الكاملة. الميزة هنا إن كل التيم بيبقى عارف مين شغال على إيه وعمل إيه وعدل في إيه وكل الكلام ده. لكن العيب هنا لو السيرفر وقع فالشغل كده كله وقع. بمعنى لو السيرفر باظ أو حصل له أي حاجة مفيش باك اب إن هما يقدروا إن هما يرجعوا المشروع كامل بالتاريخ كامل بتاع المشروع ده. ندخل على آخر نوع اللي هو distributed version control system. الفرق الكبير هنا إن مش بس السيرفر بيحتفظ بكل التاريخ، كل شخص من التيم اما يعمل نسخة من المشروع عنده على الجهاز بتاعه النسخة بتبقى كاملة بتشمل كل التعديلات وكل التاريخ. مش زي السنترلايزد، مش ما كانتش بتبقى النسخة كاملة، لكن هنا في الديستريبيوتد النسخة بتبقى كاملة. أي حد من التيم بياخد المشروع على جهازه بيبقى معاه تاريخ كل المشروع كله كل التعديلات وكل الكلام ده. بمعنى لو السيرفر المركزي وقع أو حصلت أي مشكلة مش هنخسر تاريخ المشروع ده أو النسخة القديمة أو الكلام ده. ليه؟ عشان أي جهاز من التيم بيبقى معاه كل تاريخ المشروع ده ويقدر يرجعها وعادي والشغل يتم تمام. مميزاته تقدر تتعاون مع تيم مختلفة في نفس المشروع، وفي نفس الوقت كل نسخة عند كل شخص بتبقى برضو زي ما قلنا بتبقى نسخة كاملة. فنقدر بقى ان احنا نعمل منها برانشز وده هنتكلم عليها ان شاء الله قدام. النسخة القديمة زي ما اتفقنا بتبقى متسيفة عند كل شخص من التيم، وبالتالي نقدر نرجع للنسخة كاملة بالهيستوري بتاعها كامل. ونختم الفيديو بتاعنا بأشهر مثال في الديستريبيوتد فيرجن كنترول سيستم وهو الجيت، اللي هنكمل ان شاء الله باقي فيديوهات البلاي ليست دي هنتكلم على الجيت.